أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى فيديو جديد. والبداية من إنجلترا، حيث حقق الدولي الجزائري رياض محرز اليوم الأحد فوزا جديدا رفقة ناديه مانشستر سيتي في المواجهة التي جمعتهم بنادي وولفرهامبتون. وشارك محرز أساسيا ضمن تشكيلة السيتي بحساب الجولة 21 من البريمير ليج، كما قدم الدولي الجزائري تمريرة حاسمة لزميله هالاند جاء على إثر الهدف الثالث للسيتي في هذه المباراة. وغادر رياض محرز أرضية الميدان في الدقيقة 80 تاركا مكانه لبالمر قبل إعلان الحكم نهاية المباراة لصالح السيتيزنز بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. وبمناسبة مباراة اليوم يكون رياض محرز قد لعب مباراته رقم 101 على ملعب الاتحاد بألوان مانشستر سيتي. الدولي الجزائري سجل 43 هدفا وقدم 30 تمريرة حاسمة فيما يتعلق بمباريات ملعب الاتحاد، ويعتبر ملعب الاتحاد هو أكثر ملعب سجل فيه محرز خلال مسيرته بحصيلة 44 هدفا باحتساب هدف سجله مع ليستر سيتي ضد النادي السماوي. هذا وبات رياض على بعد تمريرة حاسمة واحدة لمعادلة رقم الإيفواري ديدي دروغبا كأفضل إفريقي ممرر حاسب في تاريخ الدوري الإنجليزي، إذ يملك دروغبا 55 أسيست فيما يملك الدولي الجزائري 54 أسيست. والمباريات القادمة كفيلة بتجاوز محرز لرقم الأسطورة الإيفوارية ديدي دروغبا. إلى فرنسا، حيث تألق سهرة اليوم الأحد نجم الدولي الجزائري إسلام سليماني مع فريقه ستاد بريست في منافسة كأس فرنسا، حيث سجل السوبر إسلام الهدف الأول لفريقه في مواجهة الدور السادس عشر أمام الضيف لونس عند حلول الدقيقة 19. وجاء هدف سليماني برأسية محكمة، لكن ناديه أنهى الشوط الأول منهزما بثلاثية لهدف. ويعتبر هذا الهدف الثاني لسليماني بعد هدفه الوحيد مع بريست في منافسة الدوري الفرنسي قبل أشهر عديدة. وفي الأخير نترككم مع هذه اللقطة الفنية الرائعة من متوسط الخضر نبيل بن طالب.